السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة حلويات ووصفات. اليوم درت لكم لاريكو، راح تجي رائعة، تجي مشرملة حتى للقلب، تجي ما شاء الله. اذا نصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدو ديريكتومون. اذا هنايا راح نجيب البرمه تاعي اكيد، ولازم نفور اللوبيا تاعي او اللوبيا الخضراء، نقولها اللوبيا الخضراء. نقطعوها كيما هكا قطع صغار ونغسلوها، نشلوها بيان بالماء، ابري نديروها تفور في الكسكاس. لازم تفورنا غايه حتى اللي طيب زبده، طيب روعه. اذا نغطوا عليها اكيد ونخلوها طيب على راحتها. من جهه واحده اخرى راح نجيبو طاجين ولا نجيبو مقله ولا اللي عندكم في الدار متوفره، راح نحكو فيها 3 حبات تاع توم، 3 سنينات هكا تاع توم، نحكوهم في الحكاكه الصغيره ونديروا عليهم حبه تاع حامض مصير تكون صغيره تاني، ونقلعوا لها كاع العلف تاعها وكاع، ونديروا شويه زيت ونديروهم يتشحروا لنا شويه في البوطه على نار تكون متوسطه، نديروهم يتشحروا بيان 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 حتى لي يدونا داك اللون الذهبي، يذوب لنا هذيك الثومه وكاع. صيبو هنايا اللوبيا تاعي راهي طابت، شوفوا كيف طابت زبده، راح نوريكم كيفاش طابت باش ما تقعدش معاكم قاصحه، لازم طيبوها بيان. شوفوا الصراحه هاد الوصفه هذه راني معتمدتها بزاف، تعجبني كيما هكا خير من المرقه. اذا نحطوا هذيك اللوبيا تاعنا على هذاك الثوم والبصل، الثوم عفوا الحامض تاعنا. نديرو هنايا واحد شويه تاع قزبر ومعدنوس، نقطعوهم كيما هكا شرائح. بالنسبه للعطريه عندي فلفل اسود وعندي كمون، عندي فلفل احمر، وعندي هنايا مغرف تاع هريسه. نديرو كاع هاد المقادير في خطره ونخلطوهم كيما هكا، ونعاودو نردوهم يتشحروا، نخلطوهم مليح مليح باش يتمزجوا لنا هذوك المكونات كاع في خطره. المعدنوس تجي مشربه مشرمله روعه. اذا وما تنسونيش خوتي بالاشتراك واللايك والبارطاج. اذا هنايا سابو غادي نعاود نردها تشحر لي شويه ونعاود نرجع معكم نزينها معكم. هنايا راني درت لها شرائح تاع حامض المصير، وكنت قطعت هنايا الزيتون الفيولي هذا، كنت قلحت لها العلف تاعه قطعته كيما هكا شرائح ودرته من الفوق حتجي حيزيد يعطيها بنه ما شاء الله روعه. اذا شهيتكم الجنه، جربوا معايا هاد الوصفه وما تنسوش تخلوا لي رايكم في التعليقات اذا اعجبكم الفيديو بيان سور، وديروا البارطاج. هذه شغل هاد الوصفه هذه شغل نعتمدوها مع العيد الكبير راه جاي وكاع، راح تجي رائعه مع اللحم وكاع ما شاء الله. اذا دمتم في رعايه الله وحفظه، الى الوصفه القادمه ان شاء الله.